يعتبر كورنيش سيدي سالم بولاية عنابة من بين الوجهات السياحية الهامة التي تستقطب العديد من الزوار، مما يجعله محل اهتمام السلطات المحلية من خلال اهتمامهم بالتهيئة الشاملة قبل حلول موسم الصيف، وذلك بهدف استقطاب الزوار في أبهى حلة. تقرير لحسام الدين العبيدي. يشهد كورنيش سيدي سالم بعنابة الذي يعتبر من أكبر شواطئ الولاية مشروعا واسع النطاق لتهيئة وتجميل الشاطئ والمرافق المحيطة به تحسبا لموسم الاصطياف الذي يشهد إقبالا كبيرا من المصطافين من داخل وخارج الولاية. نتواجد اليوم بأحد نقاط تاع مشروع تهيئة شاطئ سيدي سالم ليدخل في تحضير موسم الاصطياف، وهو من أكبر شواطئ ولاية عنابة، حيث يتراوح طوله على مسافة 3 كيلومترات. المشروع متقدم في الإنجاز في الشطر الأول ليخص 1800 متر، يعني كيلومتر و800 متر. كما عبر العديد من السكان عن سعادتهم بمشروع التهيئة واعتبروه خطوة إيجابية نحو تحسين مظهر المنطقة وجعلها أكثر إيجابية للسياح والزوار. فرحة سكان حي سيدي سالم، مشروع ديجيتال بلاج هذا يعني حاجة كبيرة خلاها الحي سيدي سالم، وحتى على حساب السياحة كانت السياحة ما كانش ماما حسب بالبلاج هذا ماما حتكون سياحة كبيرة في العام الجديد هذا إن شاء الله يا ربي. الأمن كاين ليل ونهار، الإنارة كاينة، نظافة الدنيا ما شاء الله، البلدية قايمة وكنا وين ولينا كما يقولوا الأعوام السابقة، ودرك فرق كبير. إعادة تهيئة كورنيش سيدي سالم تعد خطوة هامة لتعزيز جماله التي تساهم في تحسين جودة الحياة لسكان المنطقة وزيادة جاذبية السياح.